لقد كانت دول الخليج ومنذ نشأة مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تحقيق أهداف سامية، منها تحقيق الأمن والاستقرار والوحدة لدولها وشعوبها. إلا أنه ما لبث أن خرج وزير خارجية عمان يوسف بن علوي للسير في اتجاه معاكس، ناسفا كل القواعد والعهود والمواثيق والأعراف التي تربط دول الخليج ببعضها، الأمر الذي يبعث على الريبة ويضع أكثر من علامة استفهام حيال هذه المواقف من دولة شقيقة. فبن علوي خرج وفي أكثر من مناسبة ليغرد خارج السرب، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بتصريحات استفزازية لا تتفق مع مبادئ الأخوة وحسن الجوار التي تجمع دول الخليج ببعضها كمنظومة واحدة. ومن الأمثلة على ذلك مخالفة توجهات الخليجية حول الحرب العراقية الإيرانية وتغريب مصالح بلاده مع إيران، كما صرح بأن قوة درع الجزيرة لم يعد لها حاجة بعد زوال نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، متناسيا وجود الخطر الإيراني وأطماعه في منطقة الخليج. إلا أنه لم يكتفي بذلك، وأعلن تأييده للإنقلابيين البحرينيين في مطالبهم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية إيران السابق. كما أن ابن علوي وقف ضد اتحاد الخليج، مهددا بانسحاب بلاده في حال قيام الاتحاد، وفي الوقت الذي تقاطع فيه أغلب حكومات العالم نظام الأسد المجرم، أبقت بلاده العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، حيث استقبل ابن علوي وزير خارجية النظام السوري وذهب بنفسه إلى دمشق لزيارة الأسد، زاعما أنه يسعى لتضافر الجهود البناءة لإنهاء الأزمة. ورغم ما يشكله درع الجزيرة من ضمانة حقيقية للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي، صرح بن علوي بأن حماية الخليج مسؤولية غربية، ورفض في الوقت نفسه توسيع قوة درع الجزيرة ومشاركة بلاده في القوة العربية المشتركة، زاعما إلى أنه ليس هناك حاجة تدعو إلى ذلك. وأكد أن علاقة عمان مع طهران تتسم بالمصداقية والمودة والإيجابية، مما أدى إلى تسهيل نقل السلاح الإيراني برا وجوا إلى الحوثيين عبر بلاده. اتهامه لقوات التحالف بقيادة السعودية بضرب منزل السفير العماني في اليمن وتبرئته للحوثيين من هذا الهجوم. وأخيرا، هل يسعى ثائر ظفار بن علوي أن يكون خنجرا عمانيا في خاصرة الخليج ويقوم بنفس الدور الذي قام به الوزير ابن العلقمي الذي قتل الخليفة، على أمل أن يسلمه هولاكو إمارة المدينة؟